السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في أتم صحة وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاني يوم رمضان، النهاردة هشارككم يوم معاكم. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنتات حلوه كده ونتفاعل شويه على القناه، عشان القناه دلوقتي خلاص نايمه خالص، ولا في اشتراكات ولا في كومنتات ولا في حتى مشاهدات. يا ريت نشاهد كده الفيديو. لو انت دلوقتي بتشاهديني اعملي اشتراك واعملي كومنت حلو كده واكتبي لي كومنت، واكتبي لي النهارده تاني يوم رمضان عملت اكل ايه. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البطايه دي اللي كانت امي ربنا يخليها ليا مديها لي. النهارده هعمل البطايه دي واعمل معاها اكل ان شاء الله، ويا رب يعجبكم الاكل النهارده ويا رب يعجبكم الفيديو، واكتبوا لي كومنتات حلوه كده زيكم. زي ما انتوا عارفين ان هي البطايه كده ده كربط كده كبير، قلت ايه احطهم على حلتين عشان ايه تعرف تستوي حلو كويس، واعرف ايه اقلبها يعني. وحطيت حلتين على النار فوق الميه، وحطيت ورق لورا بس، ما حطيتش اكتر من كده عشان ايه. وهجيب لها طماطمايه بس يعني، هحط جزء هنا وجزء هنا عشان ايه عارفه تستوي، تعرف تستوي كويس يعني. هي انت عارفينها بسم الله ما شاء الله عليها كبيره يعني، وهي مش هتكفيها حله واحده، وكمان قطعتها قلت ايه عشان تستوي كويس كده واعرف ايه اقلبها. هي بسم الله ما شاء الله يعني كبيره هي، والحواوج بتاعتها طبعا ما برميش حاجه منها. في ناس ما بتحبش الرجول، بس انا لا بسويها يعني، بناكلها يعني طالما حاجه مربيه في البيت يعني، هتبقى انا ضمناها وعارفاها يعني. زي ما قلت لكم دي ربنا يديها لي، يديها الصحه، مامتي ادتها لي خليتها، قلت ايه بعملها بالنهار. واعذروني على الصوت تعبان شويه عشان عندي دور برد يعني. قلت ايه اعمل بسبوسه، بحب اجيب الاكياس دي برضه، شفتها معايا في المشتريات بحب اجيبها. قلت ايه عشان سهله وسريعه، وبحب اجيب النوع ده احسن نوع يعني. قلت ايه هنا حطيت الكيس، وهنا دهنت الصينيه زي ما انتوا شايفينها، واحط لها نص معلقه يعني شويه، حوالي نص معلقه ايه بيكنج باودر من دي، حوالي نص معلقه كده، ما تكتريش عشان ما تقلبش معاكي كيكه. واحط لها معلقتين سمن، حطيت لها حوالي 3 معالق سمنه. ادي هحركهم فيها كده. هي سهله يعني سريعه وبسيطه يعني، ما تصعبيش الامور على نفسك، تعمل في ثواني يعني. قلت ايه عشان كنت هعمل حاجه غير كده، قلت طالما انا مشغله الفرن اعمل بسبوسه على طول. شوف بالسمنه بس كويس كده في البسبوسه عشان تشرب فيها كويس. وبعد كده هي نحط لها، انا بعملها لبن، بحط لها لبن. لو عايزه زبادي ماشي، بس انا بحط لها لبن عادي يعني. عندي كوبايه لبن، احط شويه كده شويه شويه، مش كلها مره واحده عشان ممكن ما تحتاجهاش كلها مره واحده يعني. احتجت الباقيين دول احطهم كده واقلبهم كده. البسبوسه ما بتحبش تتعجن، تتحرك بس كده، ما تتعجنش يعني. كده كده شايفين اهو. بعد ما انتوا شايفين سمكها حلو كده، حلو ده. تحطيها في الصينيه كده هتطلع معاكي ممتازه، بس انت اعمليها بس بنفس المقادير دي هي هتطلع معاكي. زي ما انتوا شايفين كده نحط كده. في ناس بتحط عليها مكسرات مثلا فول، مثلا لو هتحط لوز او حاجه، وممكن تاكليها كده حاجه ساده يعني تبقى حلوه برضه. النهارده ساده يعني اهو، تفضلي تحركي فيها كده. قلت ايه اعمل مشمش ده. طبعا المشمش اللي قلتلكوا انا بعمله في البيت ده، ايام المشمش بجيبه واعمله في البيت. ان شاء الله لما يطلع المشمش كده اعمله معاكم، وبعمل منه قمر الدين برضو. بس ايه اغسله الاول، طبعا لازم نغسله الاول كده، نشطفه طبعا من التراب اللي فيه عشان احنا بننشره طبعا، عشان ايه لازم نغسله كويس كده. بعد ما غسلته زي ما انتوا شايفين غسلته كويس اكتر من مره، حطيت معلقه سمنه على النار ونحط فيها المشمش. هي دي طريقته دي يعني، هو بيتعامل بالطريقه دي. طلع عليه بس نسخن على النار بس شويه كده. بحب ايه اعمل كل حاجه كده ورا بعضها عشان ايه
ما تحمش نفسي كده وما بقاش مخلص. زي ما انتم شايفين كده شوح فيه شويه كده على النار، دي تشويحه كده عشان يديكي طعم حلو. يا ريت كمان يفضل لو المعلقه دي سمنه بلدي عشان يديكي طعم احلى. تفضلي تشوحي كده فيه على النار كده اهو، تفضلي تشوحي شويه حلوين كده، بس اوعي يتحرق منك يعني. حوالي دقيقتين بس كده بتشوحيه، وبعد كده ايه تحط له السكر. طبعا ايه السكر ده تحط على حسب ايه التحليه اللي انت حباها، وبرده تشوحي شويه كده، بس ايه السكر اوعي يتحرق منك ايديكي فيه كده. تفضلي تقلبي كده، بس زي ما بقولك اوعى السكر يتحرق منك عشان ما يمررش اهو. تقلبتين كده بس لغايه ما تحسي ايه السكر ساح منك. اول ما يسيح منك تزودي عادي الميه، تحسي بس السكر ايه سيح بس شويه، مش لو خد لون، لا سيح، عشان لو السكر اتحرق هيمرر منك اهو. لغايه بس ما السكر ايه يسيح كده هزوده ميه اهو. انا زودته ميه. طبعا ايه السكر ده زي ما قلت لك على حسب ما انت تحبي، بس هو بيحتاج سكر كتير. طبعا احنا ما بندوقش الحاجه كده، بتتعمل ببركه ربنا وبتبقى حلوه وطعمها زي العسل. تقولي بسم الله الرحمن الرحيم والحاجه تطلع معاكي حلوه وزي العسل اهو. تسيبيه عليه، تغطي عليه النار وتسيبيه يستوي. اول ما المشمش تلاقيها معاكي نفشت كده تعرفي ان هو كده استوى. تلاقيها كده اتنفشت وطريت تعرفي كده ان هو استوى، تقفلي عليه. ما تسووش لما يتهري منك والمشمشه تطلع من العظم، لا اول ما تلاقيها نفشت معاكي اتنفخت كده وطريت الجلده بتاعتها دي، عشان بص حجمها صغير ازاي. اول ما تلاقي دي نفشت معاكي وطريت تعرفي ان هو كده استوى. فانا كده هسيبه كده، هحط على النار واسيبه اغطيه واسيبه يستوي مع نفسه. هنا كنت بوريكم المشمش بعد ما استوى، شايفين استوى ازاي ولونه ذهبي ازاي. ده طبعا مشمش ضامنينه، اعذروني بس على شكل البوتاجاز لما بطبخ بس بيتبهدل مني. ان شاء الله كده بعد الفطار كده مع غسيل المواعين بتاع الفطار هاخده معايا في الغسيل. طبعا انتوا عارفين طبعا لما بتطبخوا يعني كده لازم البوتاجاز يتوسخ مننا. انا يوميا لازم اغسله بعد الفطار. ان شاء الله النهارده اغسله بعد الفطار. ده بعد ده هنا بعمل ايه الطشه بتاع الفته. لازم الفته اعمل لها الطشه دي، بجيب حوالي 5 فصوص توم كده وادقهم وانعمهم، وبعد كده احط لهم معلقه سمنه بلدي. يفضل ان تكون معلقه سمنه بلدي تدي طعم حلو، وتحمريهم كده زي الملوخيه بالظبط، بس ما تحطلهاش كزبره. شايفين ان النار كانت هتطلع في وشي. دي اللي اللي شايفينها دي بتعمل الطشه دي بنتي. قالت لي يا ماما انا هاجي اساعدك عشان انت تعبانه، بس كان ادعوا لي عند دور برد كده وجع له زور والله. هنا طبعا الطشه بعد ما طشيتها بالشوربه حصرت عليها ليمون. ما بحبش احط خل، جربي بس الليمون كده، ليمونه كده بتدي الفته طعم تاني. هو ده طريقتي في الفته. ما بحبش احط صلصه طماطم ولا الحاجه دي، لا بحب احط اعمل الفته كده. والعيش اللي انا هعمله بيه العيش اللي شفتوه معايا في الفيديو الحاجات اللي جبتها من البلد. لو عاوزه تشوفيه ارجعي للفيديو الحاجات اللي جبتها من البلد وانت هتلاقي العيش ده. هو ده العيش اللي بفضله للفته. هنا طبعا ايه لازم الفته يبقى رز. طبعا عملت رز كده، حطيت رز يتحمر. طبعا الحلتين اللي من ورا دول على البوتاجاز فيهم ذكر البط، بس هو شويه كده في السوا عشان ايه هو كبير يعني، وقوم خد وقت يعني. قعد حوالي ساعتين او ازيد كمان. هنا قعد بعد ما عملت الرز وبيستوي قلت ايه احمر اللحمه. وزي ما قلت لكم انا ما اقعدش على حاجه واحده، يعني اخلص دي ابتدي في التانية بعديها، يعني عين هنا وعين هنا. ما بستناش لما حاجه تخلص ارجع اعمل التانية، لا الاتنين مع بعض. ويا ريت انت تعملي كمان كده عشان تخلصي وتنجزي في الوقت. الوقت بيسرق مننا، اول ما العصر يأذن خلاص اليوم خلاص. ده هو العيش اللي بقول لكم عليه اللي جبته من البلد. يعني يا ريت اللي يعرفه يكتب لي في الكومنتات اسمه ايه. انا مش هقول اسمه، بس اللي يعرفه يقول لي اسمه ايه. ده طعمه لذيذ في الفته. هنا طبعا الفته بعد ما كسرت العيش، بس بلاش تكسريه ناعم قوي عشان ايه ما يتفتفتش منك ويتعجن منك. هنا طبعا بصب عليها الشوربه تبقى سخنه عشان العيش ايه يبقى طري. لازم الشوربه تبقى سخنه يعني عشان العيش يطرى معاكي. تسيبيها كده ايه، كانت عاوزه شويه شوربه كمان زودت عليها شوربه. طبعا الشوربه دي شوربه البط، وهي هتخلي الفته طعمها حلو. دي شوربه انا بحب لما ابقى عامله بط اعمل معاه فته.
ما اعملش معاه الا فته، البط بالذات يعني ما احب اعمل معاه فته، عشان شوربته بتبقى دسمه كده، بتخلي العيش يشرب من الشوربه، يبقى طعمه حلو. طبعا الشوربه الزياده انا هصفيها، انا مش هخليه كده يعني، مش هناكل الشوربه بميه. زي ما انتم شايفين كده صفيت الشوربه، لازم اصفيها. والعيش اللي نزل ده برضو في الشوربه لازم هشيله يعني. بس هنا كان وقت الفطار طبعا، وايه، وهنا سخنت عادي الطشه اللي عملتها معاكم، قلت ايه ارشها على العيش، لازم ترشها كده وتقلبي العيش كله في بعضه، عشان ايه كله يشرب من ايه، من الطشه دي. بس ممكن تاكلي العيش ده بيبقى احلى كمان من غير لو مش عليه رز كمان. يعني لو كلتيه كده بالطشه دي بيبقى طعمه خطير من غير رز. يعني جربي كده كليه كده هتلاقيه طعمه حلو برضه. الطشه بتخلي العيش طعمه حلو. بعد كده عاد بحط عليه طبقه من الرز، الطبقة اللي كمية الرز يعني اللي تحبيها يعني. انا بحب طبقة حلوة كده. هذا الرز اللي عملته ده مفلفل وحلو، بحط كده لغاية ما اغطي العيش كله. شايفين كده العيش كله لازم اغطيه. ويا ريت لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتكتبوا لي كومنتات وتقولوا لي رأيكم في الفيديوهات اللي بعملها وتفرحوني كده. بطلتوا تكتبوا لي كومنتات بعد ما كنتوا بتكتبوا لي، يا ريت كده تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات اللي بعملها، عايزين نعمل لكم ايه، اطور من القناة اعمل ايه. ويا ريت كده تخلوا حبايبكم كده يشتركوا في القناة عشان افرح كده وتفرحوني. نفسي كده احقق الشروط كده. على العيد كده حققت شروط القناة. شجعوني كده عشان اعمل لكم كل فيديوهات حلوة ان شاء الله. هنا غطيت طبقة العيش كلها بالرز. طبعا ايه خلاص كان المغرب هيأذن. هنا عملت عصير تمر النهارده، قالوا عاوزين تمر، قلت لهم ماشي، عملت لهم تمر. هنا دوبت، طبعا التمر مش محتاج يعني اعمله قدامكم، هنا تمر على سكر على ميه وتدوبيه لغايه وخلاص على كده. وهنا قاعد بصب في الكوبايات، كان خلاص المغرب هيأذن، بيأذن كمان يعني، هتشوفوهم كمان بياخدوا الكوبايات وانا بعبي وانا بصب في الكوبايات كده ياخدوا مني الكوبايات. انا خلاص زي ما بقول لكم العصر يجي خلاص تحس بالوقت، خلاص المغرب خلاص بعديه على طول. ما تستنيش الوقت تقولي الوقت لسه بدري، لا، ابدأي من بدري. عشان ايه، شايفين اهو المغرب كان دلوقتي أذن، خلاص هيفطروا اهو.